النجاح مش بيجي من قفزة واحدة كبيرة. النجاح بيجي من العادات الصغيرة اللي بنكررها كل يوم. تحسن بنسبة 1% بس يوم ورا يوم، في الآخر بيصنع فرق ضخم. الوقت بيكبر الفجوة بين اللي بيكمل واللي بيستسلم، والحاجة اللي بتبدأ كتصرف بسيط وممل بتنتهي بإنجاز كبير يغير حياتك. في أي خلاف أو نقاش، أول شخص يفقد هدوءه هو الخاسر، حتى لو كان الحق معاه. الهدوء مش ضعف، الهدوء أعلى درجة من السيطرة. لما تفضل هادي بتجبر اللي قدامك يواجه ضعف منطقه، مش صوتك العالي. أنا مش نتيجة ظروفي، أنا نتيجة قراراتي. بين اللي بيحصل وبين رد فعلك في مساحة صغيرة جداً. المساحة دي هي حريتك الحقيقية. هناك بتختار تكون شخص أفضل، وهناك بيبدأ نموك وسعادتك ونجاحك. مخاوفك في الحقيقة جدران وهمية انت اللي بنيتها جوه عقلك. ورا كل خوف في كنز مستنيك. النجاح مش محتاج عبقرية خارقة، النجاح محتاج شجاعة تكمل وقت ما غيرك ينسحب. واجه الحاجات اللي بتخوفك، ومع الوقت الخوف نفسه هيموت جواك. أقوى سلاح في أي نقاش هو كلام الشخص اللي قدامك. اسمع أكتر ما تتكلم، مش عشان ترد لكن عشان تفهم. اللي يفهم التفاصيل هو اللي بيكسب، واللي يسيطر على أذنه يسيطر على الموقف كله. التركيز العميق بقى عملة نادرة في الزمن ده. لو مش قادر تدرب عقلك يركز على حاجة واحدة من غير تشتيت، هتفضل واقف مكانك. الناجحين الحقيقيين هم اللي عرفوا ينعزلوا شوية عشان يطلعوا شغل عظيم، بينما الباقي ضايع وسط الضوضاء.